للاعبي الشباب كان حديث بعد هذا الفوز. نتابع. نعم مشاهدينا الكرام، يقف الجانب كابتن هادي. كابتن هادي، الف مبروك على هذه النتيجه الكبيره وتغلبكم على فريق نجران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على الفوز. الحمد لله، ان شاء الله بدايه موفقه، ان شاء الله نستمر عليها ان شاء الله. نعم كابتن هادي، كبدايه موفقه 6 اهداف، يعني كيف تشاهدوا هذه المباراه وكيف هي المعنويه للاعبين، خصوصا هذه المباراه هي بدايه هذا الدوري ومع حصولكم على الدوري الموسم الماضي. الحمد لله، يعني الحمد لله صح ان النتيجه 6 يعني كبير في اول مره لنا، والحمد لله يعني بدينا احنا المباراه واحنا يعني عازمين ان النيه يعني زي ما بدينا العام بفوز كبير، يعني نبدا السنه دي ان شاء الله بفوز كبير، والحمد لله حصلنا على النقطه. نعم كابتن هادي، كنتم متوقعين النتيجه هذه اما خصوصا امام فريق كبير مثل فريق نجران؟ صراحه لا، بس يعني احنا كان نطمح في الفوز، يعني فوز كبير عشان نمشي ان شاء الله ونفسيه تكون كويسه. الله يبارك فيك. اول شيء يعني هذه اول تقدم لي، ان شاء الله هذه الخطوه الاولى لي، وعقبال ان شاء الله الخطوات الجايه، والحمد لله هذا كله بفضل امي وابوي دعواتهم لي، والحمد لله على كل حال. يعني زي ما انت شايف كابتن محمد، نتيجه قاسيه وكبيره على فريق نجران، 6 اهداف دون مقابل، كيف شاهدت هذه المباراه؟ سهولتها من صعوبه هذه المباراه؟ والله احنا احترمنا الخصم، لعبنا كوره على حسب كلام المدرب، وطبقنا التكتيك اللي طلبه، لعبنا المباراه، قدمنا كل ما عندنا، والحمد لله على كل حال زي ما انت شايف، ونشكر ربنا على كل حال. كابتن محمد، هدفين والثالث ضاع، كان ودك يكون هاتريك؟ والله كان ودي يعني، بس الحمد لله يعني كنت اتمنى انها تطق في العارضه وترجع عشان اكملها الثالث، بس ما جات الحمد لله. الله يبارك فيك، والحمد لله على كل حال، وبدايه موفقه ان شاء الله. الحمد لله. كابتن صقر، هل تكون هذه النتيجه كبدايه لفريق الشباب بعد الحصول على نسخه الموسم الماضي محفزه لكم كلاعبين، خصوصا انهم 6 اهداف دون مقابل من فريق نجران؟ اول شيء يعني المباراه هذه هي اول مباراه في البطوله، الحمد لله توفقنا فيها. طبعا النتيجه جت من بعد الاداء، والحمد لله الاداء هو اللي يجيب النتيجه، وتوفقنا في الاداء والاداء جاب النتيجه.